واحد بيكتب يكتب وعمل له فيلمين وبتاع ومش عارف ايه. فوجئت انه نصب من نفسه زعيم وطني وهو مش مصري. الله، يعني عقمت مصر على ان تلدنا زعماء وقاده للشباب حتى تاتي ببلال فضل من دوله اخرى لكي يقود الراي العام في مصر. ده عيبه في حقنا احنا كشباب مصر. هي والدته مصريه اهلا على عيننا وعلى راسنا، لكن لم يحمل الجنسيه المصريه الا بعد قانون سوزان مبارك. خد الجنسيه المصريه. فانا طبعا الموضوع استفزني فسالته سؤال. قلت له بعد اذنك يا استاذ بلال، عايزين حضرتك تقول لنا جنسيتك ايه؟ ده في غلط؟ لا يعني سؤال عادي، تسال عن الجنسيه. وما رضيتش اقول. رحت قناه التحرير طبعا بعد ما اتصلت بيا المذيعه وانا قدرتها نظرا لان هي تمارس نفس المهنه اللي انا بمارسها، وفي حكم بقى ان كل من هب ودب بيشتغل في الاعلام دلوقتي، فلا بد ما اصبحت انت لازم تحترمي كل واحد بيشتغل، فاحترمت كل الناس. رحت لها ولم اعلم ان هي في اتفاق وعاملين لجان وعاملين قعدات وازاي يجيبوا توفيق عكاشه هنا. رحت وقدرت مع انك كنت رافض في عروض كتير. انا كنت رافض وتدخل الاستاذ احمد رفعت واتوسط ورحت. الحقيقه انا تعاملت معاها بنزاهه، ولكن استشعرت في قلب الموضوع ان في كمين، في فخ منصوب لك. واحنا في الحوار كده يعني استغربت، زعلت. بقى هي اللي تلميذه من تلامذتي، هتعمل لي انا فخ ولا هتاكل لي انا في حوار؟ ده تلميذتي. نعم. فشيء طبيعي لم تستطيع. كانت النتيجه ايه؟ ان كان هناك فرقه منتظراني قدام باب الاستوديو، استاذ بلال فضل وجايب معاه 2 بيقولوا ان هم من اسر الشهداء. سليم. فوجئت بالاستاذ بلال فجأة كده. موجود في قناة التحرير؟ ما هو بيشتغل في قناة التحرير. فجأة كده فوجئت لقيته بيتوجه لي بوابل من السب والقذف. بيشتم حضرتك؟ ايوه. سب وقذف يعاقب عليه القانون. بالاسره وبالاب وبالام وبالجدود وبكل. طبعا انا فلاح. قلت له الاتي. قلت له متشكرين ان انا في بيتك وبتشتمني. ومشيت. هو ده الموضوع من اوله لاخره. بس هي دي القصه، يعني مش عارف انت فتحتها لي او بتجيبها ليه؟ يعني انا فتحتها لان زي ما وعدت مشاهدينا، وده حق المشاهدين علينا يا دكتور، انه لازم نوضح، لازم نتكلم ونرد. اصل انا مش هشغل بالي بحد مش مصري. انا راجل مصري وقومي. سليم. دوري كمصري ان انا دافع عن بلده، لان مصر هي القياده وهي الزعامه. هي التي تقود وتتزعم، وهي التي تنادي بالقوميه. مش يجي لنا واحد من بلد تانية عايز يتزعم مصر، طب ما يتزعم بلده الاول. طيب هنتقل بقى بس يعني سريعا عن ارائك الناقده دائما لحكومه شرف. الدكتور عصام شرف لا يصلح رئيسا للحكومه، وجاء في ظروف يعني عشان البلد ما يحصلش فيها مشاكل جه. فانما هو حاليا ما بيعملش حاجه. وقبل كده ما بيعملش حاجه. هو راجل طيب وراجل محترم ومن عندنا من هنا من الدقهليه. وعلى المستوى الشخصي انا بحبه وبحترمه، ولكنه لا يصلح رئيسا للحكومه، ولا الحكومه التي معه تصلح لحكومه زي ما في دماغ الناس. انما هي تصلح لتسيير الاعمال. وهو عصام شرف يصلح كتيسير اعمال. انما لا وهو ده دوره. فانا لما انتقدته الحقيقه يعني انا رجعت زعلت، لان انا تعاملت معاه على انه حكومه منتخبه. انما هو مش حكومه منتخبه، هو حكومه تسيير اعمال، وانا شايف اللي بيعمله مناسب. مع انه اخذ شرعيته من ميدان التحرير. نعم، اخذ شرعيته من ميدان التحرير. في اي قانون ده؟ يعني هم قالوا انه ما دام انتخبوا واخدوه واختاروه في ميدان التحرير يبقى هو حد كويس. ده اللي احنا سمعناه. هو كل واحد يخرف
يبقى كلامه يبقى ده صح. ما هي اين شوف يا ست الكل، ما فيش حاجه في العالم ولا في القانون الدولي اسمها شرعيه مدن او شرعيه ميادين. في حاجه اسمها الشرعيه الدستوريه، الشرعيه القانونيه. هو وفقا للاعلان الدستوري عين من قبل المجلس العسكري، عين لتسيير الاعمال، فشرعيته شرعيه تسيير اعمال. النهارده لما بيعمل قوانين وعايز يعد قوانين، انا واحد من الناس اطعن فيه، لان هو مش دوره ان هو يعمل قوانين، هو بيتصار اعمال. يقول لك حكومه ثوره مين؟ ثوره الشعب، مش ثوره الماركسيين ولا الشيوعيين ولا التيارات الاسلاميه. هذه الثوره ليست ثوره شيوعيين ولا يساريين ولا تيارات اسلاميه، هذه ثوره شعب، وكل اللي انا قلتهم دول لا يمثلوا في الشعب اكتر من 10%، بينما ال90% لا هم يساريين ولا شيوعيين ولا اسلاميين ولا ماركسيين. نعم. تمام؟ يبقى اذا بقى ما هياش شرعيه الصوت العالي. اذا كانت القصه بشرعيه الصوت العالي، طب ما احنا نلم لنا 20 راجل من البلد من هنا ونقعد نزعق. ايه اللي هيحصل؟ تقييمك لاداء المجلس العسكري؟ المجلس العسكري مجلس جاء ليس على مقاعد، وإنما جاء على أشواك، على شوك. الناس مش مقدرة الموقف. أنا بقول كتير جدا إن أنا بختلف مع المجلس العسكري، وفعلا بختلف معاه، وسبب اختلافي معاه بطء الحركة. تمام؟ بطء الحركة وبطء اتخاذ القرار. ما عنده يعني سرعة الحركة لا تتوفر، دي من وجهة النظر، وده سبب. إنما أنا وجدت إن كان لابد من التأني، وعندما تفحصت الأمر وجدت أنه تأني وليس بطء، لأن لقيت إن القصة خطيرة، أخطر مما يتوقع أحد. المجلس العسكري تحت إيديه الملفات كلها، هو الذي يحكم الآن الأجهزة المصرية. أنت عندك واحد من أكفأ أجهزة المخابرات في العالم. أنت عندك جهاز المخابرات بتاعك الرابع في العالم، الرابع، اللي حسني مبارك كتف هذا الجهاز بسلاسل. الجهاز ده عنده موضوعات في اخطر ما يتخيله المصري. ولكن كانت حسني مبارك يعملوا الملف، تيجي التعليمات اركن، يتقفل الملف. لا ما يتقفلش، بيتركن. يعني جهاز المخابرات المصرية عنده ملفات خطيرة، وكان حسني مبارك راكنها. تمام؟ فالنهارده المجلس العسكري اصبح معاه اليات كويسه، معاه اليات، معاه الجهاز المخابرات العامه، معاه جهاز المخابرات الحربيه اللي هو الجهاز بتاعه، معاه جهاز الامن الوطني، معاه جهاز الرقابه الاداريه. كل هذه الاجهزه الاستخباراتيه النهارده والرقابيه النهارده تحت ايديها ملفات كتير جدا. مصر كانت قاب قوسين او ادنى من ان تغرق في عمق المحيط. لولا إدارة المجلس العسكري اللي أنا في وقت من الأوقات اعترضت عليها واختلفت معاه، وفي جزئيات ما زلت مختلف معاه فيها، ولكن لابد أن أنا أقول أن هذا المجلس يعني الحقيقة دخل التاريخ، وأنا بتمنى من الله أن يحافظ على اسمه في التاريخ، وأن يكون المشير حسين طنطاوي هو خلفا للمشير احمد اسماعيل علي، وليس خلفا لعبد الحكيم عامر. واتمنى ان يكون قاده القوات المسلحه جميعا هم خلفاء قاده القوات المسلحه في حرب اكتوبر، لان هؤلاء المصريين من هؤلاء المصريين. نعم. يعني في نهاية لقائي بحضرتك، وزي ما بيقولوا بقى بالبلدي، بما اننا في ميت الكرة قعدتكم هنا ما يتشبعش منها. الاستاذ ابو ليلى على يمنا، والاستاذ وائل مسعد على يعني نورتونا، يعني الاستاذ وائل على يمنا، والاستاذ ابو ليلى على اليسار. دكتور توفيق، حضرتك انت المعلم وانا التلميذ، فعفوا معلمي ان كنت قسوت عليك في بعض اسئلتي، ولكن هذا حق المشاهد. فانا لا ابدا، انا يعني برحب بيكم كلكم في هذا المكان باسمي وباسم اهل قريتي ميت الكرمه، ويعني ليس تجاوز مني، وانما حق باسمي وباسم ابناء مركز نبرو كله ودائره نبرو وطلخه والدقهليه باسرها.
توفيق، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم، وكل اهالي نبروه وميت الكرمه ومحافظه الدقهليه ومصر كلها بالف خير وصحه. بشكركم لحسن المتابعه، واشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم الكلمنجيه.